بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم تاني مع الأستاذ محمود كوان والأستاذ محمد يحيى والأستاذ سامي. يعني بهدوء كده بعد العصبية والنرفزة واحنا عارفين احنا في اليوم اللي الزمالك بيتغلب فيه احنا كلنا ما بنعرفش ننام. الزمالكاويه كلهم ما بيعرفوش يناموا، الزمالكاويه عاشقين كوره ومعجونين بحب الكوره. لكن العقل بيقول ان لازم يكون في يعني طبيب جراح وروشتة علاج سريعة تتقال. فالأستاذ محمود عنده روشتة علاج هيقولها بهدوء ونشوف. اتفضل يا أستاذ محمود. طبعا انا طلعت بره الشارع واللي جابني محمد يحيى قعدته قاعد مأذون بلدي حوش بينه وبين الحديدي. احنا زي بعض محروقين بحب الزمالك ورافضين كل الفشل او كل الاخطاء اللي موجوده، لكن كل واحد زي محمد يحيى ما قالها الاسبوع اللي فات، قال كل واحد بيحب بطريقته. انا حتى وانا بنتقد لابد ان انا اكون داعم، وهد المعبد دون مش اسلوبي وما بناقضش نفسي. انا الحلقات اللي فاتت قلت ان الزمالك معاه سكواد كويس، بس ده على الورق، على الورق بتفق وبختلف مع الاداره، واكتر حاجه اختلفت فيها هي ان انا اعرض لعيب للبيع متعجل وارجع في القرار وانزله كمان الملعب. اذا عرضت للبيع ده ما يرجعش، فما عرضش للبيع غير لما اكون خلاص خدت القرار وبتأمن، مش في لحظه انفعال. ولذلك انا خدت على اداره القناه وعلى خالد الغندور استدعاء مرتضى منصور بعد هزيمه او تعادل مخيب للامال في التلفزيون. قلت ان مرتضى منصور بيبقى لابس تيشيرت المشجع ما بيلحقش يلعب ويلبس البدله بتاعه رئيس النادي. سبب ان انا متحمس لسكواد الزمالك ان حراسه المرمى ما فيهاش مشاكل. ده انا لو الاثنين دول صبحي وعواد مش موجودين، واكد لكم ان انا عندي حارس مرمى اسمه محمد نديم راجع من تجربه احتراف، بسم الله ما شاء الله 2 متر و8 سم، بيجيب العارضه وهو واقف، حارس ثابت راسخ. وعند احمد نادر السيد رجع لي اخر السنه من سنتين اعاره في الدوري البرتغالي. يعني حراسه مرمى الزمالك بخير. قلب الدفاع الونش اللي بدا يأهل ان شاء الله يرجع قبل الدور الثاني ما يبدا. الزناري انا قلت مشروع ونش جديد ربنا يبعد عنه الاصابه. حسام عبد المجيد متيب. محمود شبانه اللي هو ان شاء الله يرجع بعد ماتش الاهلي بكره مباشره. محمد عبد الغني عنده مشكله فنيه، مشكله ثقه. محمد عبد الغني مفنش السنه اللي فاتت كاحسن لاعب الفريق، لابد ان حد يقعد معاه ويتكلم. ولذلك انا كنت شايف ان اسماعيل يوسف ياخد منصب اداري وسامي الششيني يضاف للجهاز. انا دلوقتي عندي المشكله في خط الظهر. سامي الششيني من افضل المدافعين ومن اكتر المدربين الواعدين على الساحه. وجوده هيفرق كتير، وكان فارق كتير لما كان ماسك من سنتين ايام الكورونا يا محمد. فانا شايف اول حاجه خالص منصب اداري لاسماعيل يوسف يبقى جوه الفريق وليكن مدير كوره، وامير ياخد الحيز اللي بره الملعب. اسماعيل يوسف لاعب كوره واسم كبير وليه كاريزما مع الناس وقريب من المدرب ومن اللعيبه، ويخش سامي الششيني على الجهاز الفني. تغيير بمدرب الاحمال ومدرب القراءات البدنيه. مخطط الاحمال والقراءات البدنيه الاثنين اتغيروا، لان لا ده قايم بشغله. احنا بنلعب مع فريق بتحسوا انه مجهول بالنسبه لك. محترفين بيراميدز النهارده كانوا بيلعبهم وكأن احنا ما نعرفش منهم حد. كلهم كانوا واخدين اريحيه في الملعب، معنى كده ان انا ما عملتش عليهم اي دراسه. يبقى انا عندي مدرب القراءات البدنيه والفكريه اللي في الفريق مش موجود. خبير الاحمال انا وقعت بدني وباين قوي ان انا واقع بدني في الماتشات اللي فاتت. سامي الششيني واثنين وايمن طاهر يتقعد معاه. عواد بيقل، مش ده عواد اللي فنش معاه السنه اللي فاتت.
عواد بيقل، سيبك من كوره ولا كورتين بيطلعهم طول الماتش، ده الجوب ديسكريبشن بتاعه. الجنب الشمال يا فتوح، انت قاعد يا حبيبي ولا ماشي؟ وما تحكمش على حد يقعد. رأيي حاتم سكر ناشئ الزمالك واحمد زكي الباك اليمين، عندي باك يمين وباك شمال، اديلهم الفرصه. واحمد عيد والله كويس في الان، احمد عيد طلع عمل مستويات كويسه في الان، يرجع والله. شبانه هيرجع يسند مكان عبد الغني لحد ما يمسك مستواه. الزناري وحسام عبد المجيد هيشيلهم عقبال ما الونش يرجع مع شبانه، ويا رب يرجع بألف سلامه، ومع محمد عبد الغني ان شاء الله يفوق. محمود علاء يجي من الاتحاد يروح اي نادي تاني. قطع العلاقات مع الاتحاد نهائيا، ده ابسط شيء. ابسط شيء. نص الملعب دونجا والسيسي يا جماعه، المشكله مش في حد فيهم، الاثنين معطلين بعض. دونجا من اللعيب اللي نوعيه طارق حامد، اللي بيلعب مش عاوز حد، يعني الحته دي بتاعته، فما بيثقش في حد، هو بيخش مكان السيسي وبيخش مكان امام، فهو عامل تحليق في نص ملعب الزمالك، مبوظ اللي جنبه. فيبقى دونجا او السيسي واحد فيهم في الملعب، دونجا او السيسي، ويبقى جنبهم حد تاني اسلوب لعب مختلف. وانا رشحت محمود حماده وهو زملكاوي، كفر ابو ناصر. محمود حماده لاعب فاركو، لعيب جاي من بيراميدز، لعيب عالي، كورته حلوه وكورته لقدام، عيل بصير حلو قوي، بيستلم تحت ضغط، حاجه حلوه. وفي كمان محمود صابر، يبقى عندي محمود صابر ومحمود حماده، والاثنين اسطمبه، الاثنين اسطمبه، ومش هيجوا بالمبالغ الكبيره دي. ويبقى واحد من السيسي او دونجا ورقه استراتيجيه في الخارج. رؤى زنقات، وما ينفعش ينزل في ماتش بتاع زي بتاع النهارده، ما ينفعش باي حال من الاحوال، بتحرقه. دونجا محمد اشرف رؤى لو لعب معاك ماتشين ثلاثه سهلين وجا الماتش الصعب بيشيله، لكن لما يجي من بره على ماتش صعب اللهم يجرنا من عذاب النار. سيف فاروق جعفر محتاج فرصه، مع اختلاف الكره الشديد لابوه. سيف فاروق جعفر ما خذلنيش في مره نزل فيه، ولا مره يا حديدي سيف فاروق جعفر نزل ملعب ما سابش بصمه. عيل عنده باور، هاند اتنشن عالي، بيشوط كويس جدا يا يحيى، بيستلم تحت ضغط حلو جدا، بيعرف يحضن على كورته، لعيب خطيط في المان تو مان، لعيب حلو، بيلعب 6 و8 و10 وبيلعب وينج كمان. الواد ده خساره، لو فضلت راكنه كده يبقى اخر السنه هطلعه اعاره، ولو طلع اعاره هيتوب. يعني حتى مش هيستفاد بيه، يدخله في محمود حماده مثلا يلعب هناك، هيتوب. لو طلع مني بره هيتوب. سيد نيمار لابد ان يرجع الملعب تاني. سيد نيمار ورقه تكتيكيه عاليه جدا، في اليمين بيلعب، في الشمال بيلعب، قدمون من الخلف بيدي، قدام في المنطقه الاماميه بيدي، وشفنا اسيستات، عامل 4 اسيستات ب4 اهداف على مدار الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده. زيزو حد يقعد معايا يتكلم معاه. شلبي والنضاي، بص انا عندي السكواد كويس على الورق، لكن محصله اجماليه مفيش هرم بين اللعيبه. انا عاوز ازود الاكتيف اللي قدام، يبقى سامسون يرجع يمسك مستوى، اطلعه اعاره لنهايه الموسم عشان يتشاف اصلا في الدوري المصري وياخد حساسيه الدوري المصري ويرجع لي زي رزاق سيسيه. الجزيري ده محتاج دكتور نفسي، مش ده الجزيري خالص. الجزيري لقطه او لقطتين طول الماتش، انا عمري في حياتي ما حسيت لعيب في الملعب 90 دقيقه 10 كورتين. يبقى انا محتاج حد قدام يا جماعه فيه منجم ذهب اسمه بطوله افريقيا للمحليين، جنبي منك ايدك اليمين، بص عليه، هتجيب لعيبه الفرز الاول للقاره اللي ما مش محترفين، وبنص الفلوس دي وربع الفلوس دي، ولا جون ابوكا ولا جون بعكوكا. في لاعب في الواد اللي بيلعب في اسوان اللي جاب فينا الجون ده، جاي في ريل اسوان، جاي ببلاش يا جماعه. سهل. ايوه ده بيراميدز عايز، سهل، عايز الثلاثه المحترفين بتوع اصلا. سهل جدا انك تبص على البطوله افريقيا الناشئين، بطوله افريقيا للمحليين، سيبك من اللعيبه اللي في الدوري المصري مع الانديه المصريه.
الانديه المصريه الزمالك عندهم حاجه صعبه قوي، يعني عدوين نار الشيطان الارجم. والواد بتاع المصري جلاسه ده ب 200,000 دولار. تمام. 200,000. استبعدوا الناس دي ما شاء الله. هاتوا لنا من بره يا جماعه، هاتوا لنا اتاك قوي في منطقه رقم 9. نفسي اشوف قميص رقم 24 على مهاجم يحيي ذكر عبد الحليم علي. وما عدتش لما تجيب محترف تلبسه 9. 9 بتقضي على الاجنبي. بيلبس 9 بيبرك في الارض. سامسون هيتغير ولا هيبقى حلو؟ يطلع يكمل السنه بره، لان الجمهور ما عادش صابر عليه. مين قال؟ والله ميدو يتمناه النهارده. ميدو يتمناه ومحتاجه. يروح وهيطلع مع ميدو. وهيجي مع ميدو. ولو طلع هتشوفوه على حياته. يوسف حسن عيل واعد لابد انك تديله. الولد اللي جاي من الامارات اسمه ايه يا محمد؟ اللي كان جاي من الجزيره اسمه الزيدي باين او الزبيده حاجه زي كده. الزبيده. الواد ده برضه في الناس المحمدي بشكر فيه كويس جدا. بشكر فيه كويس جدا. نبدا نطعم الناس دي. الباك اليمين محتاج شاب صغير مع عمر جابر. المسلوسي اذا جبت 2 اجانب 1 8 كويس مع راس حربة هيبقى الاقرب ليا بعد سامسون المسلوسي، وواحد في نص الملعب مكان زكريا الوردي. مش محتاج اكتر من 3 4 5 لعيبه، منهم 3 محترفين مكان 3، منهم 1 مشي من عندي. والصبر ما تهدش، لكن العقاب والثواب في النادي لازم يتطبق. العقاب والثواب لازم يتطبق. اللعيبه المستهتره اللي مش عامله حساب الجماهير الزعلانه لازم تتعاقب. كرة الصالات يا محمد، عاوز بس اقول حاجه مهمه قوي على كرة الصالات قبل ما اقفل، وانا مش بدافع عين عن حد. الماتش بتاع النهارده وماتش الاهلي واحنا زعلانين جدا وحزن عليه، كان الفرق كبير، وده شيء ما يليقش بالزمالك، لكنه ده كانت ماتشات ترتيب. المركز الاول الاهلي والاتحاد عندهم 12 نقطه، الزمالك في المركز الثالث مع الجزيره عنده 10 نقط. يعني الزمالك في التصنيف الثالث، يعني هياخد الاول بياخد الخامس، الثاني بياخد السادس، الثالث بياخد السابع، عشان تعملوا ذا بيست اوف. المحترف ماهوش قليل زي ما الناس بتقول، ده راجل لاعب في NBA، راجل عالي جدا. مهاب الحمد لله رجع، هيبدأ يلعب من مرحلة ذا بيست اوف. طبعا عاصم مرعي مش جاي السنة الجاية، لكن نقدر نجيب ياسر عبد الوهاب اللي هو واخد منحة دراسية، منحته خلصت في شهر يناير، يقدر يجي يكمل معاك الموسم ومش هيكلفك شيء. فريق الطايرة المحترف البرازيلي وصل، وجاري التعاقد مع واحد اسباني بديل لهرنانديز اللي فسخ عقده بعد ما رجع من كوريا. يبقى فريق الطايرة جاهز ان شاء الله. اصابة رضا هيكل واحمد فتحي راحة اسبوعين، هيرجعوا يلحقوا ذا بيست اوف ايضا في الدوري والكاس. مفيش عندك امور تخوف، فريق اليد بيستعد وفريقك مريح، مفيش عندك الا 3 بس بيلعبوا في كاس العالم، فانت فريقك كله مريح، فما عندكش مشكلة ويستعدوا كويس ان شاء الله. ما عنديش اغلى من الزمالك. لو ابويا او ابني اللي ماسك الزمالك واخطأ انا هبقى ضده وهنتقده، بس هنتقد ادارته مش هنتقد شخصه، لان انا ممكن اختلف مع والدي لكن ما اسيبوش، ما اشتموش، وما اديش سيف لغريمي يطعن بيه. زي ما محمد يحيى قال تاني هقولها، من حقك انك تشجع وتحب الزمالك بطريقتك، لكن لابد انك تكون بناء ولست هدام. طارق يحيى قالها، لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، اخترنا الزمالك يكون نادينا. بالحب نلتقي، وبالحب ابدا لا يكون وداع.
كنا معكم على مدار الساعة، منتظرين تفاعلكم عبر جروبكم الميمون، على صوتكم على اليوتيوب في قناة كلام كورة. أنا والحديدي إخوات نختلف في كل شيء ونتفق على حب وعشق الكيان. يحيى دائم الإبداع سامي، وانتظروا سامي في سامي شو قريبا جدا. وفقرة مع الحديد إن شاء الله تتنقل لكم هنا، وحديث الذكريات هيبقى مع عتاولة المشجعين الزمالك، الدكتور أشرف كامل عبر الأونلاين، أستاذ محمد مجاهد، أستاذ هشام العوضي، ونجيبه هنا إن شاء الله محمد النادي أبو السيسي، ونجيبه هنا رجالتنا الكبار في الأدمن، سمير سماحة، معوض شرف، خالد الوليد الكابتن الكبير، سمير مرعي، كريم عنتر، كبير بقى القوم شعبان جمال، حبيبنا الغالي وصاحب ضربة البداية في الجروب زي ما كنت من النصر. محمد، نعم، دي كلمة أخيرة. والله ما عادش عندي كلام خالص يا حاج محمود. الزمالك هو حياتنا وبيأثر على نفسيتنا وقت الهزيمة، ولو اتهزمنا وشايفين ان في حاجة او في امل قدام ان الامور هتتصلح كان هيبقى مزاجنا احسن من كده، لكن للاسف انا شايفها سواد وخايف من ماتش الاهلي ان هو يكون سكور. توقعاتك ماتش الأهلي؟ لازمت الزمالك. توقعاتك ايه؟ الماتش ده يخلص تعادل، مش هنخسر الماتش ده، هيبقى تعادل او نكسب ان شاء الله. طيب نتكلم تاني ونقول كنت الوحيد في مصر اللي بدافع عن حسام عبد المجيد وليا فيه براءة الاختراع، وما زلت الوحيد اللي بيدافع عن سامسون اكينولا، وقلت لو اخذ فرصته في الزمالك او في الاعاره هيرجع بعبع لكل المنافسين. 21 يناير بدايه صلح الزمالك على جماهيره، الزمالك هيرجع من لقاء القمه بفرق 2 بونت. الزمالك فوز. سجل يا نصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع هداه الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، حتى من حيث انتهى شعبان جمال ابن البلد يناير الأسود. هزيمة ثم هزيمة بضربات الجزاء الترجيحية و3 تعادلات ولا تعادلين، داخلية ولا اتحاد؟ تعادلين وهزيمة وهزيمتين، تعادلين وهزيمتين آخر 4 ماتشات. شهر بلا فوز، سنة جديدة بتهل علينا بخير. طبعا انتم منتظرين اجي النهارده واقول دعمهم، قولوا مفيش نفس. دكتور اشرف كامل قال ابدا لن ادعم المتخاذلين الذين يتعاطون المال بالملايين ولكنهم لا يخلصون لعملهم ولجمهورهم. حماد عبد اللطيف الحاوي قال لازم يكون عندكم شوية دم، لازم تحسوا بالملايين الغاضبة. أنا مش من النوع اللي بيهد المعبد ولا من النوع اللي بيهاجم لمجرد الهجوم، وأنا آخر المدعمين، آخر تاريخي مركب الدعم وأول المدعمين، وأنا ورا الفانيلا البيضاء مهما كان. لكن اللي حصل النهارده كتير. مباراة صعبة قبل ما تبدأ، سهلت بالهدف وسهلت أكتر بالطرد. الطرد ده ما كانش طرد للمدافع، ده طرد للمهاجم من أخطر مهاجمي بيراميدز في الكرات العالية، اللي جالهم النهارده 11 ضربة ركنية وما يعادل 18 أوفر باس عرضي. في وجود علي جبر كان بقى رعب على عواد القصير. يعني بيراميدز خسر قوة هجومية وقوة دفاعية في وقت واحد، ولكن الثعلب الحقيقي في ذلك اليوم كان جايمي باتشيكو. ويفكرنا بماتش الاولاني مع الزمالك قدام مين كان؟ المصري بطرد في الجاني ساسي، واستطاع ان يحافظ على النتيجه ويطلع بال1-0.
ليؤكد للجميع أنه قد غبن باستبعاده، قد غبن باستبعاده وعودة الديك الذي لا أمان له. في شهر حزين وسنة بدأ بحزن ويوم حزين كئيب على كل الزملكاوية. صممنا نطلع علشان ندور ضوء يا رب يوصل الصوت للي يستحقه. إدارة بلا أدنى شك هناك تقصير. أنا أكتر واحد دافع عن إدارة الزمالك، ولكن لو فيريرا شايف إن الزمالك مش محتاج تدعيم يبقى العيب في فيريرا. سيادة المستشار، أنت بقعد على الترابيزة بتاعتك 4-5 من لعيبة الكرة الكبار، خد رأي الناس. أنت جنبك كابتن مصر في كأس العالم، وجنبه اسماعيل يوسف لاعب كأس عالم، وأسامة نبيه من أفضل الناس اللي بتفهم كرة في مصر، وميدو ما بيخدش عليك بالإجابة. نسأل الناس دي. عندك في الاستوديو أحمد عبد الحليم وطارق يحيى وحماد عبد اللطيف ومحمد صبري، طارق السيد، اسأل الناس دي. في جو يصل إلى درجة التجمد، وفي زمن صعب على الناس أن يقتاتوا الطعام، بيزحف الحد الأقصى من جمهور الزمالك، الحد الأقصى من جمهور الزمالك إلى مدرجات التشجيع، ويصاب بخيبة أمل يلوها خيبة أمل ثم خيبة أمل ثم خروج من بطولة كانت في المتناول. والمفاجأة بعد الماتش رايحين نخش على موقع تذكرتي نقطع التذكرة الأشرف عشان يحضر يوم 21، تذاكر نفذت. تذاكر نفذت في 11 دقيقة بعد انتهاء ماتش بيراميدز. تذكرتي فتحت الحجز بعد الماتش على اساس ما حدش هيحجز. تذاكر الزمالك ماتش يوم 21 امام الاهلي نفذ في 11 دقيقة. ايه ده؟ ايه الشيء الوحيد اللي ناجح في المنظومة ده؟ جمهور الزمالك يا محمد يحيى. العطاء بلا حدود دون انتظار لشيء، عشان مجموعة من أشباه الرجال. النهارده زيزو هو اللي لازم يسجل، شيكابالا لازم يعدل عشان هو اللي يسجل، إمام لازم يعدل عشان هو اللي يسجل. مفيش الجماعية، مفيش الجماعية، اختفت الجماعية. سيف الجزيري اتصب في قلب صبة خرسانة، كل كرة بيصد على صدره بتبعد عنه 5 متر وكأنه بيلعب قدام فريق مكسح. ما بيلعبش قدام أقوى فريق في الدوري المصري، أقوى سكواد في الدوري المصري، فريق بيتحرم من علي جبر وعبد الله السعيد أول ربع ساعة وبيقف معاك لحد الدقيقة 120 وبيكسبك بضربات الجزاء. فريق في حراسة مرمى الشناوي وشريف إكرامي 2 يشيلوا بلديه. كريم حافظ المحترف بقاله سنين قاعد احتياطي لمحمد حمدي. دودي الجباس المرعب في الدوري المصري والبلجيكي والاسترالي والسويسري والامريكي بيرجع لمصر قاعد احتياطي بينزل عشان ضربة جزاء. الروج احتياطي. محمود دويدي لسه ماشي راح الجيش. محترفين زمالك كتاب. الكارتي تقل. فخر اللجار. ايه ده يا عم؟ ايه يا عم الناس دي؟ فريق لو خد جزء بسيط من العدالة لتسايد الكرة المصرية، ولكنه يغبن ومالوش ظهير يدافع عنه، فبتلعب قدامه والدنيا بتمشي معاك. مهدي بيطلع يجيب لك جون، بعد منها علي جبر يخطأ خطأ او يلبسه
سيف الجزيري طرد ويطرد والدنيا فتحت. احلوت فريق جاي من قدام الاهلي بهزيمه 3. اي نعم مش الشناوي بتاعنا اللي كان واقف النهارده، مش الشناوي بتاع الاهلي اللي بيعرف يشيل 3 اجوان، وكان شناوي تاني خالص اللي موجود. لكن حتى انا ما رحتلوش، ده انا حتى ما رحتش زغزغته، ده انا ما رحتش تفيت في وشه. عشان احط نقط كده واقول مين غلطان ومين مش غلطان. هتجنن. عبد الشافي الوقت اللي لعبه اتحركت الجبهه الشمال. طب انت ليه ملعب المسلوس الشمال؟ وليه لما بتنزل عبد الشافي بتطلع عمر جابر؟ كنت بدل ما نزلت شيكابالا اللي باين كده هصدق الكلام الحديد واقول له انه شطب ما عادش بيلعب ولا في الماتش السهل، كنت ارمي عمر جابر في نص الملعب مكان السيسي، واعدل المسلوسي على يمينه وانزل عبد الشافي وبدري شويه كمان. بناقص من المسلوسي انزل عبد الله سيد عبد الله نيمار. نيمار فين بقى؟ يعني نيمار فين؟ بتجمد ليه نيمار؟ وعلى فكره من النوعيه اللي لما بقعد بيرجع وحش. يعني دي كان من اهم اسباب الفوز بالدوري، انه وطلع زي فكرت بحازم امام اول ما طلع وكان لاعب هايل. يعني ليه الركنه اللي حصلت له ديت؟ سيف جعفر عمل ايه؟ سيف جعفر دلوقتي هيديني كرة احسن من امام عاشور، اسوأ لاعب في الزمالك امام عاشور واحمد سيد مصطفى زيزو اللي بقى كل انتاجيته في الماتش يا محمد رفع باسيست جول. احسن لاعب في مصر. انا مش هكتر في الكلام اكتر من كده. كل مسؤول عن الاخفاق النهارده مجلس الاداره. الزمالك محتاج 5 لعيبه، مش رفاهيه اختيار. الزمالك محتاج 5 لعيبه. الزمالك محتاج لاعب رقم 8 في الملعب وارجنت بشكل سريع جدا. محتاج 6 اداؤه مختلف عن الاثنين، محمود حماده ومحمود صابر. فين؟ احنا بنقول الاسم وبنقول الترشيح بتاعه. حد كورته لقدام وبيعرف يسلم واستلم صح. ده الشيء الاكيد ده احنا هنحتاجه. راس حرب هجام. الانديه المصريه بتغلي عليك خلاص مش مشكله. اقفل صفحه الانديه المصريه بس ما تديلهمش. اي واحد يغلي عليك ما تديلوش. اي لاعب عندك زياده اديه للانديه المتعاونه معاك زي الجيش. الانديه اللي بتستعبط عليك وبتقول كلام خزعبلي بناقص منها. لكن اللي بيحصل ده عبث ثم عبث ثم عبث ثم عبث. في كل الاحوال لا يصح الا الصحيح. الاداره احنا محتاجين 5 لعيبه وعلى وجه السرعه. على وجه السرعه 5 لاعبين في 5 مراكز يحتاجوا للدعم. دعمنا الاداره بما فيه الكفايه. النهارده احنا مش هندعم الا الزمالك. مرتضى منصور، امير مرتضى منصور، الناس اللي موجوده على ملف الكوره، احنا النهارده ورا الزمالك مش ورا اداره. لابد من دعم الفريق ب5 صفقات، و5 صفقات يعني على اعلى مستوى، منهم 3 محترفين مكان 3 موجودين. مكان 3 موجودين يمشي 3 يجي مكانهم 3 و3 اقوياء. غير كده يبقى عبث. فيريرا اما التعديل او التغيير. غير كده يبقى الكلام مش نافع. نهائيا مفيش ترجيع تاني. اللعيبه هعمل زي السنه اللي فاتت، هجمد احط في الثلاجه. مفيش عندي اغلى من الزمالك. انا ما عنديش اغلى من الزمالك. ايا ما يكون الاسم مين؟ انا ما عنديش في سكواد الزمالك
حد اقوى من اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد. اللاعب المتخاذل يركن لحد تاني لو ناشئ، وطالما ان سنه شكلها سنه سودة كده من بدايتها لنهايتها، يبقى انا اغير الناس دي كلها واجيب واصعد ناشئين. اذا ما قدرتش اجيب حد من بره، بس اللي هجيبه يفرق. ما جبتش لعيب يفرق بناقص منه، ما جبتش لعيب اعلى من كده يبقى بناقص من اللعيب اللي جاي. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ فرق 60 بونت ماتش الاهلي والاتحاد، 35 بونت من الاتحاد، والنهارده 25 22 بونت من الاتحاد ومن الاهلي. فرق الباسكت. احنا بنتدمر ولا ايه؟ احنا بنتدمر ولا ايه؟ اللي مش قد المسؤوليه يمشي، او نخفض الالعاب. احنا شعبيتنا كره قدم، لو هنبطلها كوره نخليها كوره ويد ونهتم بيهم، نخليها كوره ويد ونهتم بيهم. لكن العبث صوره عبثيه، صوره عبثيه وشيء يقطع القلب. مش ده الزمالك، مش ده الزمالك، وما ينفعش يبقى ده الزمالك، ومش هيكون ده الزمالك. اداره الزمالك لسه عندنا ثقه فيكم. انتوا جبتوا الفلوس ووفرتوها، لو سمحتوا لو سمحتوا اصرف، افتح خزانك اللي انت بتتكلم عليها واصرف. هات الفلوس وحطها في المتناول، هات صفقاتك. الجهاز الفني واقف على رجله وشايل حيله، ناقشه ده دورك، ناقشه، اتكلم معاه. ما كانش ومش هيستجيب ومش هيغير ومش هيعدل وهيفضل على عناده، يبقى التغيير دلوقتي. التغيير دلوقتي. ليه اساس اصلا لازم خلاص الراجل ده كفايه عليه كده؟ يبقى التغيير دلوقتي. خصوصا النبي يجي يكمل. ما عنديش اختلاف على اي اسم من ماتش الاهلي، ما عنديش اختلاف على اي اسم. خلاص والله. اما الجهاز الفني يقول اسبابه او ويبقى عنده استعداد للتغيير المرحله الجايه، او كفايه. ده كلامي. نسمع كلام محمد يحيى. انا والله كلام ايه اللي اقوله بعد انت قلت، بس انا الراجل ده فيريرا يعني بيعاندنا، يعني زي ما يكون هو قاصد اللي هو يعاند الجماهير ويعاند الناس. كل مره نفس العند ونفس بقالنا 4 ماتشات نفس العند بتاعه، نفس اللي هو عايزه. ويعني مش معقول هو مش شايف اللي بيحصل. يعني محمد عبد الغني اداء كارثي. محمد عبد الغني ده مش عارف هو بيلعب معانا ولا بيلعب اسيستات للفرقه الثانيه ولا يعني. محمد عبد الغني ده في اسيست لمحمد شريف الماتش الجاي. طبعا محمد شريف ما يجيبش جون بقاله يطلع 20 ماتش، هيجيب جون فين اسيست محمد اللي هو المعتاد بتاع محمد عبد الغني. عمرو السيسي طبعا مش عارف ده عمرو السيسي بتاع الجيش ولا بعتوا لنا حد ثاني. مصطفى شلبي جاي يقول لك بيعمل ليزر لشعر رجليه ومش عارف شعر فين تاني، ونام على بطنه وبيشيل شعره، ما مش عارف. فانا يعني سيد نمار واحد من اسباب فوزنا بالدوري، وكان راجل يعني لعيب هايل، لعيب كويس جدا جدا يعني. سيف جعفر هو اللي جاب لك كاس السنه اللي فاتت. وسيف جعفر شو ولا ايه؟ جول في الداخليه. جبنا احنا مصطفى الزناري وكان كويس، يعني كويس وكان هايل. بعد كان مستوى قل شويه، وبعد كده بقى يتطور، بدأ ما بقى حلو شويه ويرجع لمستواه. اما وقت انا بقى عاده ثاني. ده راجع من الاصابه. ما هو راجع من الاصابه. هو اي حد احسن محمد عبد الغني. انا لو نزلت العب احسن منه. مش عارف محمد عبد الغني نفنش السنه اللي فاتت عالمي. السنه دي ايه اللي بيحصل؟ محمد عبد الغني غلطات ورا الجول منه 90%. ده عمل واحده وجاي له كوره في الدقيقه 119 هو والشبكه بيميل منك. بيميل من الكوره. وعمل واحده النهارده بتاعت زكريا الورد، عمل انفراد لهم بس ربنا ستر والمسلوسي لحقها. يعني كانت برضه جون، يعني انفراد، عمل لهم انفراد. انا مش هلوم على لعيب واحد، بس انا شايف الفريق كله سيء. فيريرا احنا دافعنا كتير عن فيريرا، وانا كنت بقول مدافعين عنه والبروفيسور بس اللي انا شايفه احنا خدنا الدوري. ما اقدرش امشيه، اقعد معاه واشوف اسبابه. لا وعنده استعداد يعدل ويتكلم ولا لا؟ لا انا كان هو يفضل كده نلحق نفسنا ويمشي، لان انا دلوقتي محمد في جزء كبير جدا من جمهور الزمالك متعلق بالراجل وشايف ان الراجل او محمد كل اخطاء فيريرا للاداره. لا محدش اعز علينا من النادي ومن الزمالك، ده اللي احنا عاوزين نقوله. محدش اعز علينا من النادي. محدش دافع عن مرتضى منصور وعن فيريرا وعن اللعيبه هنا قدي، لكن في نفس الوقت قبل الخطين الحمر على الفانيلا البيضاء. انا ما عنديش اي مخلوق في الدنيا، ما عنديش اي مخلوق في الدنيا قبل الخطين الحمر على الفانيلا البيضاء.
لا مجلس اداره ولا جهاز فني ولا لعيبه ولا اي شيء في الدنيا. الجمهور المكسور اللي 4 مرات في شهر واحد في بدايه سنه جديده، هي دي المعايده؟ هي دي المعايده؟ يوم نروح معاك اسكندريه ويروح معاك اسوان، يرجع من هنا حزين ومن هنا مكسور ليه؟ ليه؟ ليه في البرد وانتوا قاعدين في، يعني انت بتطلع بيتحط على كتفك جاكيت يدفي الدوب، وبتركب عربيه اخر موديل، وبتروح تاني يوم تقول ما خدتش فلوس انا عاوز فلوس، وانت مغلوب وانت معاكنا على مصر كلها. ليه؟ ده الحكم يا دوبك بيصفر على الضربه الاخيره لسه ما شفتهاش والبوستات نازله على الفيسبوك. ما هو انت قعدت انت اللي بتفرح الاهلاويه. هو حقه، اي حد اهلاوي هو حقه. انا وبالنسبه لي ان انا اخش ادافع عنهم ليه؟ الاهلاويه النهارده ايه اللي يخليني اخش قعدت انت اللي بتفرحهم. ايه اللي يخليني اخش ادافع؟ انت عدت سبب فرحه الاهلاويه. انت مين؟ كل متخاذل في النادي، كل متخاذل. انا تقريبا ما فيش عندي حد في السكواد بالكامل لعيبه وجهاز فني شغال بضمير غير محمد اسامه. انا مش بتكلم على جلسه الليزر يا محمد يا يحيى، انا بتكلم ازاي طلعت اصلا، مطلعينها على صفحاتكم ليه؟ ايه الميزه فيها يعني؟ يعني ايه الحلاوه فيه؟ ده الستات ولا مؤاخذه ما بيعملوش الكلام ده. انت بتتفخر بايه؟ لا وبعدين التوقيت نفسه، التوقيت نفسه اللي هو طلع انت خسران ماتش ومن اسوان، متعادل مع الاتحاد ومتعادل مع الداخليه، وطلع بعد 3 ماتشات بتعمل لي ليزر. يعني انت لو غالب ولا واخد بطوله وعملت يا سيدي ماشي، اعمل اتحرق في بيتك. انا مش عاوز يعمل ويطلعها، يعني عايزه يعمل وينزلها لي على اللي هو عايز ينزلها على الانستجرام ولا على يعمل اللي هو عايزه. بس انا مش عاوز اشوفك يا عم. انا اشوف قرفك ليه؟ ما كفايه اللي عامل لك. انا ليا اداء في الملعب، اداء في الملعب. اللاعب ده بيجيب له بطولات وبيعمل اللي عليه في الملعب وبيكسبني، خلاص يعمل اللي هو عايزه. يا محمد الناس دي ما بتروحش عند الواد الصغير الحلاق ولا بتروح المراكز دي غير وهي مغلوبه، زي ما تكون بتطلع لسانها للجماهير. دي ناس مش حاسه بينا، مش حاسه بالحرقان اللي في البيوت، مش حاسه بناس كبيره وصغيره وناس مريض الضغط وسكر قاعده بتتفرج عليهم، مش حاسه بواحد يوميته قد كده بيروح يقعد على القهوه يشرب له كوبايتين شاي بنص يوميته عشان خاطرهم. بلاش اقول لك اللي بيسافر من بلد لبلد عشان يتفرج عليهم، اللي بيرجع والكل عمال يتنمر عليه في الطريق مش عارف يرد. القطر اتزف من اسوان للقاهره. يعني حتى احمد زيزو اللي كان كل ماتش نقول نشتم في اللعيبه، يقول لك الا زيزو الا زيزو. زيزو بقى له فتره كمان بعد التجديد، من بعد التجديد وخد اللي هو عايزه. لا زيزو واحد تاني. دي ضربه حاسم يا محمد، دي ضربه اولى في ماتش حاسم مع حارس مرمى طوله 210 سم. يعني حتى لو رقد في الارض هيمد ايده او رجله يجيب الكره. يعني حتى اوعى انت بتعملها مع مين؟ هما بيدربوكوا يقولوا لكم ايه؟ الحلبسه؟ انت لاعب ضربه جزاء على حارس مرمى من اطول لعيبه الكوره في مصر. لو رقد على الارض ونام رفع رجل او ايد هيجيب الشبك هيجيب العرض. فين الثقافه؟ دي لعيبه جهله مش مثقفه. دي لعيبه فقد ابجديات الثقافه الكرويه. والله يا استاذ محمود انت ومحمد الحديد قبل كده اتكلمتم في موضوع جمهور الميديا ومش عارف ايه، وان احنا جمهور الميديا والله واحنا وحشين وبنشتم في اللعيبه، وجمهور المدرج يا سلام بعد ما نتعادل كده مع الداخليه ونده عليهم وتعالوا ويسقفوا فيريرا سانكيو ونسقف للعيبه اللي انتوا عدوا الله مع الداخليه رجاله قوي. لا احنا نعمل بقى زي جماهير الاهلي اللي ياخدوا علقه في الملعب تفوقهم بقى، لان احنا كده زهقنا. يعني جماهير الاهلي لما حسوا ان الفرقه بتاعتهم كده لازم ياخدوا علقه في الملعب. حسام غالي وعمرو جمال لابد من قرارات ثوريه النهارده. لكن انا مش هقعد ادعم وفريرا سانكيو اسقف لهم على الفاضي والمليان ويضحكوا عليا. لابد من قرارات ثوريه، لابد من تطبيق الثواب والعقاب حقيقي. انا ما اعملش 20 30 غرامه على اللعيبه واول فوز اشيلها. لا مفيش حاجه اسمها غرامه الشارع. وبعد كده زي ما بتكافئ يتعاقب. يعني العقود بتاعت اللعيبه ديت انت راجل جاي نادي الزمالك انا جايبك عشان اخد بطوله، يبقى العقود تتضمن الكلام ده. انت لو ما خدتليش بطوله هيتخصم منك نص العقد ده او ربع العقد او ايا كان. انت جاي مش تاخد لي 30 و40 و50 مليون جنيه عشان تيجي تخسرني وانا اخسر وانت تاخد فلوسك. لا انت في العقد بعد كده العقود ديت لازم يا استاذ محمود يبقى فيها كلام. العقود انت جاي تكسبني بطوله، ما كسبتنيش بطولات انت هتخصم من العقد بتاعك. كابتن انا قلت كلام وانا مسؤول عنه. انا قلت عوامل النجاح 3: اداره عندها استقرار اداري وثبات اداري، اداره فنيه
عليها الجزء الفني والخططي، لاعبين عليهم المسؤوليه، واخيرا جمهور للدعم. الجمهور اللي عليه الدعم دون من ضمن الدعم ان انا افوق، من ضمن الدعم ان انا اقف اقول ستوب. المنظومه بالكامل كده النهارده صفر، مفيش الا الجمهور. الاداره في ثغرات في الفريق لابد ان هي تتدارك. الاداره الفنيه اما تعديل المسار او الرحيل. اللاعبين ممكن نبدل، ننسف الحمام كله، نسيب المخلصين. انا مستعد ابني دلوقتي فريق على يوسف اسامه نبيل وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر وسيد نيمار وجوز الجوينه مع مصطفى الزناري والونش بعد رجوعه ومحمد عبد الشافي العجوز، وانسف الباقي كله، اصعد عليهم ناشئين واعمل فريق جديد. والنهارده يقعد معاهم النهارده، يرجعوا من القاهره من ماتش النهارده على النادي، ما يروحوش بيوتهم. اللي جاي له عرض احتراف يمشي قبل يناير ما يخلص، مش عاوز بطولات السنه دي. اللي جاي له عرض وبيلعب في دماغه الشيطان وعاوز يمشي دلوقتي واستفاد منه فلوس. فرصه كده والدولار غالي، واخد الفلوس دي واجيب لعيبه جعانه وشبعها كوره، ونلحق المركب يا سياده المستشار قبل ما ينهار. نلحق المركب يا سياده المستشار قبل ما تنهار. عندك كلام تاني يا محمد تقول؟ طلعنا فاصل يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم كورة كل يوم. حاج محمود، أنا يعني صوتي اتنبح معاك وقعدت أقول وأعيد وأزيد، الإدارة بتغرقنا، الإدارة هتودينا في 60 داهية. قلتم جبنا المعلم أمير البحار، أمير الدهاء، قال لك حتى قبل شلبي وقبل السيسي، قال لك الصفقات رفاهيه، ده قبل الاثنين دول، ما بالك بعد يعني الاثنين خلاص احنا اكتفينا كده، ده اميرو اكتفينا خلاص، ما عدناش عايزين حد. قلنا يا جماعه احنا برضو ناس بنفهم كوره وبقالنا سنين بنشجع كوره وبنشوف كوره ولعبنا كوره، حتى جمهور الزمالك جمهور مثقف وجمهور واعي وعارف هو بيقول ايه وعارف اللي شاء، يعني كل حاجه او كل اللي بيحصل جمهور الزمالك توقعه. يعني قال لك يا جماعه احنا محتاجين، واتكلمت مع الاستاذ محمود كذا مره، محتاجين مساك بعد اصابه الونش، محتاجين باك يمين والمسلوسي يرحل، محتاجين باك شمال وعبد الشافي يعتزل، محتاجين جناح شمال ونضي يرحل اللي جاي يتعالج عندنا، محتاجين راس حربه وسمسون يغور في 60 دقيقه تاخده، محتاجين شيكا يعتزل، وقلت دي كام مره قبل كده، شيكا خلاص ويمسك راجل يمسك في مدير اداري في فريق الزمالك، ده حل شيكابالا خلاص. انا اعرف ان اللاعيبه الموهوبه اخرهم بيبقى 32 33 سنه وما بيقدروش يدوا اكتر من كده، دايما اللاعب الموهوب كده ما بيعديش 32 33. شيكا عنده 38 سنه والله العظيم هو ما قادر يرفع رجله في ارض الملعب، يعني شيكابالا مش قادر يرفع رجله في ارض الملعب ولا قادر يعمل حاجه، نزل ربع ساعه نزل نص ساعه بدا الماتش، شيكابالا ملوش لازمه في الملعب. اذا كلامنا كله ومحور كلامنا كله ما اتغيرش. عندنا راجل معتوه، راجل مجنون، مرتضى منصور معتوه. انا كنت بقول لمحمد يحيى انا واثق ان مرتضى منصور ده اهلاوي، انا واثق وثقه ان مرتضى منصور ده جاي يهدي النادي، انا كل ثقه ان مرتضى منصور مش عايز النادي يترفع. كنا بنقول السنه اللي فاتت لما كان بيعمل قرارات غلط يقول لك عشان اللي هو اللي مش جايب اللعيبه فزعلان فبيعمل مش عارف ايه، طب ماشي مين عشان مش هو اللي جايبهم؟ طب ماشي يا عم انت اللي جايب اللعيبه السنه دي، واي حاجه هتتحسب لسيادته المستشار رجل العظمه اللي طالع على طول بيعظم في نفسه ويمجد في نفسه، وانا اصغر مؤلف قانون في مصر وانا اصغر قاضي وانا يا عم انا مش عايزك، انا مش جايبك تالف قانون في الزمالك ولا تالف حاجه، انا جايبك تدير نادي الزمالك، ما انتش قد الاداره تغور في 60 دقيقه، تغور في 60 دقيقه انت وعيالك، ما فيش توريث في الكوره. جبت لنا واحد اقل ما يقال عليه انه هو اهطل، احمد مرتضى اهطل والله العظيم اهطل برياله ملوف فيها، عمال نتغلب فرق سكور سله وطايره والدور على اليد، ما انت ما طورتش اليد، ما انت كنت معتمد على الاحمر والدرع والفقر، ما الناس خلاص هتجيب اخرها زي ما شيكابالا جاب اخره اما فضل شايل الزمالك ايام ممدوح عباس 10 سنين، ما هو الاحمر مش هيفضل شايلك 10 سنين، انت معتمد على ايه؟
اعتمدت على فريرة ان هو ينمي لك الناشئين ويطلع لك ناشئين زي السنة اللي فاتت. مش كل مرة تصدف، مش كل مرة يطلع لك سيد نيمار، مش كل مرة يطلع لك يوسف أسامة نبيل. احنا أقل فريق في حوالي 8 فريق على قمة الدوري، احنا أقل فريق فيهم، أقل فريق في التشكيل، أقل فريق في كفاءة اللاعبين، أقل فريق في كل حاجة، حتى في الروح فيها حاجة غلط. اللاعيبة عندها حاجة غلط، اللاعيبة محتاجة دم جديد. انت بتضيع، انت ضيعت الكاس خلاص. ضاع ولا ما ضاعش؟ ضيعت الكاس وهتضيع الدوري. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا في الماتش كنت بتمنى خروج الزمالك بعد الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني. قلت يا رب نخرج ونتغلب، لان لو قابلنا الاهلي هيبقى فضيحه، والفضيحه جايه الاسبوع الجاي في الدوري ان شاء الله. يعني ما نتمناهاش تبقى 6-1 تاني. لا لسه. طبعا احنا مقدرين اللي هو فيه، كلنا كنا فيه. يمكن لسه في بدايه الحلقه كنا احنا شايطين الشياط دون، لكن لما نقعد بقى نهدى ناخد نفس عميق ونرجع نتكلم بالعقل. في عندنا عمرو اديب وليه اخ اسمه عماد الدين اديب. عمرو اديب الصوت العالي وعماد الدين اديب كان بيعمل برنامج اسمه بهدوء. محمد يحيى ريال مدريد اتغلب كام امبارح؟ 3-1. وكان كل اللي متابعين على الميديا كانوا كاتبين ان برشلونه واخد ريال مدريد ورا مصنع الكراسي. 3-0 كان 3-0 كمان وبعدين جابوا شفت النهارده تصريح رئيس نادي ريال مدريد؟ لا ما تابعتش. حد سمع تصريح انشيلوتي؟ يا باشا احنا عندنا راجل لو سمحت انت قاعد 24 ساعه. انت خلصت. احنا عندنا واحد نجم يوتيوب. يا استاذ محمد، ده نجم استاذ محمد، انا سبتك قلت الشحنه اللي جواك. تقدر تجاوبني؟ هكذا تدار الانديه الكبيره. انا هسالك سؤال. احنا هنتكلم. جاوبنا على النقطه. احنا كلتنا. لا ده اهم نقطه عندي، ده اهم نقطه عندي. عندنا كم رئيس نادي؟ انا هسالك وتقول عندنا كم رئيس نادي في الدوري الممتاز؟ كم رئيس نادي؟ 18. مين اللي بيطلع على التلفزيون كل يوم وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعنده قناه؟ حتى راجل يا راجل ده ممضي يوسف مودي اوباما، الواد يوسف اوباما ممضيه يا عم على اليوتيوب. يا راجل انت عايز فضايح اكتر من كده؟ يا عم انت مجنون، انت معتوه. يا عم روح اتعالج يا عم. يا عم روح اتعالج، هو مريض والله العظيم مريض. لو سمحت مفيش حد بيشتم رمزي. لا هو مش رمزي. مرتضى منصور دخيل على النادي الزمالك. مرتضى منصور الحر يا مرتضى غور. انت دخيل على الرياضه اساسا. لو سمحت يا محمد، انت دخيل على الرياضه ودخيل على نادي الزمالك. بعد اذنك يا محمد لو سمحت، احنا اتفقنا في البدايه انت هتنتقد تصرفات وافعال وقرارات بدون تجاوز في حق الاداره. لا بحق دي مش اداره. لا والله ما شيء تأمين. لا مش اداره. شيء تأمين. لا مش اداره. هو كبير الهرم الزمالك. لا هرم مين؟ ده هو محمد لو سمحت نقطه نظام بعد اذنك. نقطه نظام. انت فرحت السنه اللي فاتت دوري الكاس ولا ما فرحتش؟ هو ملوش لحظه يا محمد لو سمحت. ملوش يد فيهم. فرحت. احنا خدنا الدوري الكاس بسبب ما مرتضى كان راجع مربوط الايدي مكتوم اللسان. اهدى على نفسك يا محمد. ايوه دي الحقيقه. خدنا الدوري اللي فات بسبب اهدى على نفسك يا محمد. يا استاذ محمد، يا استاذ محمود، انا هنسحب من الحلقه. لا ما تنسحبش. محمد بيتكلم ما بيسمعش. لا مش هقدر اكمل كده. مش هقدر اكمل كده. اتفضل. احنا عندنا نقطه نظام. احنا اتفقنا عليها. عن الاداره. انا ما بدافعش عن حد. انت كلمت محمد شوقي يرد عليك. انا ما بدافعش عن حد. انا لسه سالخ الاداره دلوقتي. لسه سالخه. لكن انا ممكن اختلف مع ابويا واقول له انت غلطان لكن بحدود كلمه ونص. لو سمحت بعد اذنك. جاي شغال بعد اذنك. شغال عند الزمالك. ايوه بس هو الكبير. لا مش الكبير. الكبير شيء تم بيه. الكبير العاقل. يا محمد بعد اذنك ما فيش حد. من كان منكم بلا خطيئه. فالرجيم هنبقى حجر. كلمه ونص. كل واحد عنده نواقصه وعنده ميزاته. فلو سمحت احنا هننتقد تصرفات وافعال لكن شخصيات لا. وعمري في حياتي ده قناه على اليوتيوب هيشوف اهلاوي وزملكاوي محمد يحيى. وانا عمري في حياتي ما حد السهم لاهلاوي يحطه في صدر واحد زملكاوي بيتكلم معاه. انا بعون الله اقعد في وسط 10,000 اهلاوي الجمهم واسكتهم.
لكن في عندنا زملكاويه كيوت، زملكاويه طيبين، مع اول كلمتين بيسكتوا. انا مش حد سهم لواحد اهلاوي يغرزه في صدر الزملكاوي نهائي. انا هنقض جوه الباب المقفول، هقول اللي انا عاوزه، هصرخ واطلع كل شحنتي، لكن على الميديا لازم الكلام يبقى له حدود. يا باشا يا محمد بعد اذنك انت من حقك تنتقد وتقول اللي انت عاوز تقوله، ما تحطش راسك لكن اللي انا لا ده لو انت ما شفتش الجزء الاولاني من الحلقه يا محمد بعد انت بتطبطب بعد اذنك اطلاقا يبقى راجع الحلقه، انا دايما يا كباتن بنتكلم بنقول ان كل حاجه في الدنيا لها اب شرعي. النجاح زي الفشل، واللي انا سقفت له وهتفت له لما نجحت، لما كانت وجود البروفيسور جيزفالدو فيريرا على راس الهرم التدريبي في الزمالك هو احد اهم اسباب تفوق الزمالك وفوزه بالدوري والكاس السنه اللي فاتت، ودي ضربه معلم. لما قلت ان عوده امير لاوضه اللبس وانضباط اللاعبين والحب اللي كان بينهم وعوده العداله في الملعب السنه اللي فاتت، انا بتكلم على الموسم اللي فات يا محمد، كانت سبب من الاسباب، فسقفت الامير. امام عاشور عمل وزي ما سقفت امام عاشور عمل خطوبته وزي ما سقفت قبل الماتش يا كابتن. ازاي يا كابتن انا بتكلم على السنه اللي فاتت. لا ماشي انا بتكلم. وزي ما سقفت المرتضى منصور انه وفر الهدوء ووفر الدعم المادي مع حجز على الارصده في البنوك، هو نفس الكلام النهارده اللي هقول ان مفيش سيطره على اوضه اللبس، بدليل التسريبات اللي بتطلع من اللعيبه، بدليل ان اللعيبه بره مش قلبها على اللاعب اللي جوه، بدليل ان اللاعب اللي طالع ما بيسلمش على اللاعب اللي نازل. هنا في مشاكل اداريه لابد يتبص فيها على المشرف على الكوره. امير عندك قصور، نتكلم في دي. لما اقول ان رئيس النادي لابد انه يكون في نفس المركب مع جمهور الزمالك، مش ان انا اشتم اللعيبه ولا اشتم الجهاز الفني، لا، ان انا اشوف الناقص عنده واعمله، ولو الجهاز الفني مقصر انا الكبير، انا اللي حاسب الاداره وحاسب اللاعب وحاسب الجهاز الفني. ده كلام يتقال برضه على مرتضى منصور. عندك قصور يا سياده المستشار، عندك قصور يا امير. لما اقول لفيريرا انت اللي بنيت 5 اهرامات جديده في ناشئين الزمالك في الفريق الاول، وبدات تدي ثقه لمحمد خضري وتدي ثقه لحسام بيسو وتدي ثقه لحسام اشرف، ورفضت انه يطلع، رفضت ان حسام اشرف يطلع، ورفضت كمان ان ماجد هاني يطلع، والنهارده انت بتحطهم في الثلاجه لمصلحه لعيبه ما عندهاش اي خجل من اللي في الملعب. يبقى انت عندك قصور يا سياده البروفيسور، في قصور في الاداره، في قصور في الجهاز الفني. قلت الوحيد اللي بلا قصور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي في الزمالك. قلت اللاعبين فشل، يالوه فشل، حتى محمد عواد مش ماسك مستوى، اللعيبه كلها منشله وباينه وواضح جدا، وانت رامي نفسك 5 رميات يا ظالم في نفس المكان. طب غير، ده انت اصلا ما بتصدش الا شمال، ده انت لو قصد انك ما تصدش. الكور العرضيه ما عادش فيه تطور، مع ايمن طاهر مش شغال، يتبدل ايمن طاهر. ازاي النهارده فريق 10 لعيبه يا محمد بيكملوا ال 120 دقيقه بنفس مفتوح، وعندنا 11 لاعب مش قادرين يكملوا النفس لحد اخر دقيقه في ال 120. الزمالك هبط قبل بيراميدز الناقص، يبقى كده عندي خبير الاحمال قليل. طب فيريرا كان جايب واحد معاه وحصل ظروفه ما عرفناش نخلصه من الفريق اللي هو فيه، اللي الراجل النهارده فاضي، ما يجي ما يتغير بتاع خبير الاحمال البدنيه. ده اللي نتكلم فيه مع الجهاز الفني. مش انت لعبت مصطفى اليوم ما لعبتش احمد ليه؟ عندك مشكله في خبير الاحمال غيره، عندك مشكله في المخطط غيره، عندك مشكله في البديل في الجهاز الفني غيره، عندك مشكله في فكرك انت غيره. انا الزمالك ما لعبش ب 2-6 في الملعب كده، انت ربطت على فيريرا. انا قلت الكل، هي كل المنظومه انا قلت الكل، زي ما بنشيد بالكل في الفوز بنقول الكل. الاداره اللي ماسكه النادي مستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته مطلوب تدعيم. ولما يكون عندك انا قلت راس 4 هجام ينهي لي الماتش، انا قلت وده اللي انا بقوله يا محمد دلوقتي. ماشي، ما عندناش هو الكلام زي بعضه يا محمد. انا قلت اصل انا مش بناقض نفسي، انا قلت السكواد اللي على الورق. مين اللي ضيع عبد الله جمعه؟ مين اللي موقف عبد الله جمعه 3 ماتشات لحد دلوقتي؟
واحنا محتاجينهم في اهم ماتشات، اهم شهر في فبراير، اهم ماتشات عندنا. يا ابني مين اللي وقفه؟ يا ابني حرام عليك. ماشي رد عليا يا حاج محمود، رد على النقطه دي. يا ابني حرام عليك. رد على النقطة. هو عبد الله جمعه كان اساسي. انا بتكلم على ابو الفتوح مش عبد الله جمعه، انا بتكلم على ابو الفتوح، معلش. ده انت زي ما بلاش يكون أبو الفتوح. يا اخي يا مرتضى، بلاش أبو الفتوح. زي ما يكون مرتضى اختار الجهه الشمال، قال لك ده انا مش معقول اوقف ابو الفتوح على لوحده. فكرة ده انا اوقف معاه كمان عبد الله جمعه. شفت الماتش؟ ما انا شفت ايه؟ شفت الماتش؟ ما شفت ايه؟ محمد عبد الشافي لما نزل ايه اللي حصل يا محمد؟ كويس. عبد الحميد عبد الشافي احسن لاعب في الماتش. الله ينور عليك. مش قصور بقى جنب شمال. لا ماشي، بس مش بيكون عندك جنب شمال يا محمد. يا حاج يا محمد اللي عمل افتحوا محمد وعبد الله جمعه جريمه. وانا اوقفه ليه؟ جريمه ايه؟ جريمة. احنا عملوا ايه؟ يا عم جريمه حلاها في الغرف المغلقه. ما انا قفلت في الغرفه. انت يا مش باشا ضابط انا شرطه، قفلت. انت مش ضابط شرطه. يا ابني بعد ايه؟ مش انا قفلت. بعد ايه؟ مش انا قفلت. يا عم احنا وتسلموا للجهاز احنا قاعدين الفني. نتعايل من يا عم محمود. مش انا قفلت مراتب مع الجهاز الفني. يا عم احنا بنتعامل مع واحد. الجهاز الفني ينزلوا محمد وحد حشهم. بعد ايه؟ وايه اللي بعد يعني ايه؟ لسه ما جاش، بقاله شهر، بقاله اسبوعين ما جاش التدريب. مين؟ هو ابو الفتوح لسه جاي اول امبارح. يا باشا في التدريب قبل الماتش اللي فات. بقاله 3 ايام في التدريب. وانت بتتدرب كام يوم قبل الماتش؟ يا عم يا حاج محمود. محمد يا حاج ما هو الراجل طب ماشي زي الساعه يا حاج محمود، يعني انت كمان عايز تجيب يعني انا لو غاب مني ابو الفتوح ما اكسبش، يعني انا كده خيري بتعامل من غير ابو الفتوح. يا دقيقه عندي. قول كلام ايه؟ معلول لما بغيب عن الاهلي ما بيكسبش. قول كلام يتساب. معلول لما بغيب عن الاهلي ما بيكسبش. يبقى انا ما اقصدش ان لاعب ممكن يخسرك، بس لاعب يساعدك على الفوز. هو مش بس لاعب يساعدك. محمد انت عشان تعترف وعشان تبدا تعالج لازم تعترف بالقصور في هنا حته بالظبط. القصور انا كاداره بدي مكافآت لابد ان اعاقب المخطئ. اللاعب عديم المسؤوليه اللي يسيب لي الملعب قبل الماتش ب 10 دقائق ياخد بالجزم قسما بالله. لو انا رئيس النادي بالله ما هم داخلينه تاني. وهو برضه هو اول واحد عنده قصور. لا اله الا الله. انت راضي بكره الصالات؟ انت محمد انا بتكلم هندي. لا ما انت راضي. راضي. ما سمعتنيش مش انا قلت الكلام ده يا جماعه. انت راضي اللي بيحصل. ماشي لا انا سامع، بس انا بكلم الجمهور. هل انت راضي عن احمد مرتضى منصور؟ طيب هل راضي عن امير مرتضى منصور؟ محمد انت هل في توريث في الكوره يا جدعان؟ ده احنا شلنا مبارك عشان ما نورثوه. فين توريث في الكوره؟ ما يكون واحد عائله بورث، ما يكون نادي امه في توريث في الكوره بلا خطا. تاني هنتكلم هنقول كلام صح. في كل الانديه في اداري بيسلم اداري في كل الانديه بره وجوه. بص يا محمد. يا كابتن يا محمد. يا كابتن انا عشان ما نقيتش نفسي. الفريق اللي انت كنت بتلعبه النهارده هقول لك حاجه بسيطه خالص من ضمن اقوى فريق في الدوري المصري. لا ماشي على دماغي بس لما مشى المدرب السابق وجاب باتشينكو ايه اللي حصل؟ قابلوا بعض في غرفه الملابس وده سلم ده. خلينا هنشيل فيريرا النهارده اقسم بالله العظيم هنقوم شايلين فيريرا. نجيب اسامه نبيه يمسك الفريق اسبوعين 3 اسابيع 4 اسابيع شهرين عم امير ابني بيلف اوروبا على حسابه عشان يجيب مدرب. يا اما نجيب محمد حلمي وامير ابني بيلف اوروبا على حسابه، يا اما نجيب محمد صلاح وبرضه امير ابني بيلف اوروبا على حسابه عشان يجيب مدرب واجيب لجنه. ما ده مرتضى انا بقول لك بس بالك الاحداث كل ما هو احنا بقالنا 15 سنه عايشين في الاحداث. هيجيب لجنه مرتضى منصور مش هتثق في كلامنا كده. هيجيب لجنه واللجنه هتقعد وتختار. ما بيحصلش. ومرتضى هيجيب اللي هو عايزه. ما هي ده هو ده مرتضى منصور. يا محمد الناس شايفين هو ده مرتضى. ما انا بقول لك سيناريو بيحصل كل سنه يا جدعان. لو سمحت بعد اذنك. اتفضل يا حاج. بعد اذنك الله يخليك. اتفضل. الله يخليك. مش عاوزين الموضوع يبقى سوء. مش سوء. عاوزين نتكلم بعقل. لما انا اكون بغير الجهاز الفني زي ما بيراميدز عملت خلاص هي خدت قرار باقاله المدرب يا محمد. تمام؟ فاوتوماتيك بدات تحط سيره ذاتيه اكتر من المدرب. اختارت فوضت تعالى قبل بعض اوضه اللبس زي ما انت بتقول. فوضت جابت قبل ما يقيل. يا سعاده الباشا. قبل ما يقيل. يا سعاده الباشا. لما انا اللي همشي بقدر اعمل كده. لا ما انا لازم اشتمه الاول وبعدين يا معالي الباشا للمره الألف. طب اقول لك على حاجه النهارده هيعينوا خلاص يا جماعه عشان ننهي الكلام مع محمد الحديدي. هننهيه. رئيس النادي هو الشيطان الاعظم. هو الشيطان. فيريرا ملاك. هو الشيطان. فيريرا عنده اخطاء ولاعيبه عندها اخطاء بس مرتضى منصور هو الشيطان. ومرتضى اقولها لك النهارده هسبق لك الاحداث. مرتضى هيعين واحد في الجهاز الفني عشان يطفش فيريرا بس وخدها مني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع هداه صلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد
حد من حيث انتهى شعبان جمال ابن البلد. يناير الأسود. هزيمة ثم هزيمة بضربات الجزاء الترجيحية و3 تعادلات ولا تعادلين داخلية والاتحاد. تعادلين وهزيمة وهزيمتين، تعادلين وهزيمتين آخر 4 ماتشات. شهر بلا فوز، سنة جديدة بتهل علينا بخير. طبعا انتم منتظرين اجي النهارده واقول دعمهم، قولوا مفيش نفس. دكتور اشرف كامل قال ابدا لن ادعم المتخاذلين الذين يتعاطون المال بالملايين ولكنهم لا يخلصون لعملهم ولجمهورهم. حماد عبد اللطيف الحاوي قال لازم يكون عندكم شوية دم، لازم تحسوا بالملايين الغاضبة. أنا مش من النوع اللي بيهد المعبد ولا من النوع اللي بيهاجم لمجرد الهجوم، وأنا آخر المدعمين، آخر تاريخي مركب الدعم وأول المدعمين، وأنا ورا الفانيلا البيضاء مهما كان. لكن اللي حصل النهارده كتير. مباراة صعبة قبل ما تبدأ، سهلت بالهدف وسهلت أكتر بالطرد. الطرد ده ما كانش طرد للمدافع، ده طرد للمهاجم من أخطر مهاجمي بيراميدز في الكرات العالية، اللي جالهم النهارده 11 ضربة ركنية وما يعادل 18 اوفر باس عرضي. في وجود علي جبر كان بقى رعب على عواد القصير. يعني بيراميدز خسر قوة هجومية وقوة دفاعية في وقت واحد، ولكن الثعلب الحقيقي في ذلك اليوم كان جايمي باتشيكو. ويفكرنا بماتش الاولاني مع الزمالك قدام مين كان؟ المصري بطرد في الجاني ساسي، واستطاع ان يحافظ على النتيجه ويطلع بال1-0. ليؤكد للجميع انه قد غبن